بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد. الحمد لله الإخوان أكرمونا، من نزلنا حتى تشوف الطيارة مركبينها قدام. أي كرم هذا وأي جود هذا يعني. هذا كابتن الطيارة حسين حسين يوسف يوسف حياك الله يا شيخ يوسف، كيف حالكم؟ طيبين؟ فرصة سعيدة حقيقة. وكابتن الطيار حبيبنا كابتن بيجو. حياك الله يا شيخ بيجو، كيف حالكم؟ طيبين؟ أنستونا في بلادكم، والله بلدكم ليبيا. الله يجزاك خير. نمشي السعودية بلدنا والله. الله يكرمك. الله يكرمك. طبعا ابو عبد العزيز جزاه الله خير هو يوجه الطيارين. هذا شخص له عنده خبره قياده. المدرب اي هذا مدرب. من يوم انا صغيره بشرت عمري 5 سنين وصرت ايه الله يستر عليك. ما شاء الله. كم السرعه الان؟ السرعه الان تو خذها بالضبط 800 كيلو متر بالساعه. لا اله. بيزيدوا ولا نقص؟ لا اسمحوا لنا بس. اعطيك معلومات عن الطياره. ايوه احنا 34,000 قدم، يعني يعادل 10 كيلو ونص، قريب 11 كيلو على الارض كيلو متر. كم عن السرعه؟ احنا قاعدين على البحر المتوسط تو. تحتك البحر. هذه طرابلس وانا على يسار طرابلس. لكن اليوم في شويه غيوم وكذا. قدامنا على طول مباشره جربه على جربه مساعد الطيار الشيخ فهد. فاول نخش الاجواء التونسيه حنلف على اليمين ونبدا مباشره الهبوط نحو مطار ان شاء الله تونس. طيب يا كابتن ماني شايف دركسون كيف الطريقه؟ هذا الدركسون هذا الدركسون تاع عارف الاولاد بتاع الاثاري هو هذا ستيشن بلاي ستيشن. عارف البلاي ستيشن هو هذا الدركسون، وهذا الشريتور هذا بتاع الاقلاع والبنزين. لا البنزين يعني لازم 100 كيلو يزود كذا ولا كذا. لا طبعا تسويق قدام. ايوه ما شاء الله. اصعب شيء عندكم يا الكباتنه الصعود او الهبوط؟ والله هو بالنسبه طبعا اللي يسموه الاقلاع اصعب. الاقلاع اصعب. لان الطياره طبعا قاعده فل يسموها فل لود. ايوه بنزينه كثير وركاب عبيه ايوه لود كامل. فطبعا يسموها الفيز بتاعها اصعب من النزل. هو كله الحمد لله كله بنور. اليسار هذا المساعد. هذا المساعد ديما من اهل اليمين. طيب انا بالنسبه لي انا اصعب شيء لما يكونوا عندكم ناس زيكم انتم واياه ونحاول نضربوهم بقليل يضربوهم. الله يكرمك. احنا نفتخروا بكم والله. طيب يا كابتن في عجاله، هل تذكر لنا اصعب موقف مر بك في حياتك في الطيران؟ كم سنه او كم الان وانت قائد للطائره؟ انا تخرجت من بريطانيا اوكسفورد 77 78. هو تقريبا 35 سنه يعني 35 في المجال هذا. هل هناك موقف صعب تذكره لنا باختصار مر بك في الجو او في الصعود او في الهبوط؟ والله بفضل الله كله الحمد لله. فضل الله كله الحمد لله. الله والوالدين. الله اكبر. كله ماشي تمام بفضل ربي. والشغل في جميع دول العالم. كله العالم كله احنا نشتغل كله على اوروبا كلها وعلى البركه بالحاجه. هذا جاي من الناس في 24 ساعه ان شاء الله، وربي عطاه وان شاء الله ديما يعطيها. كل سنه ديما في السعوديه عمره يساعد الناس. طيب كابتن الان برج المراقبه دوليا يقدر يدخل عليك من بعد كم كيلو؟ هو اللي يامرك يحول على اجواء على كنترول يسموه كنترول تونسي. ايوه ومن تونس يحولك لازم هو اللي يامرك تحول. لازم تكون تحت الرادار يعني تحت الرادار. كم كيلو يعني يبدا يستقبل؟ نقول احنا تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق قبل تخش 10 دقائق لازم هو يستقبلك 10 دقائق يعني يعطينا تقريبا 80 كيلو. بالميل يعني 120 حاجه عامره 130 ويستقبل. الان يعني مثلا الان لما يسال الطياره هل هي صديقه انت من وين متوجه؟ يعني زي الان الطياره اللي لما صعدت مثلا بالعلم لما توجهت فرنسا كيف رد؟
هذا الشيخ حسن بن قعود مع كابتن الطيارة. احنا متجهين من تونس الحقيقة من ليبيا إلى تونس، واكرمنا لهذا اليوم يوم مبارك يوم الخميس الموافق 10 من سفر من عام 1433 الموافق 4 ديسمبر يناير 2012، يعني رابع يوم في السنة الميلادية الجديدة. كل عام وانتم بخير. وكل عام وانتم بخير. فهذا الشيخ حسن بن قعود أكرمنا، طلبنا الكابتن زيارة الكابينة فزرناها وأنا والشيخ فهد العموش والشيخ حسن بن قعود. هذه نعمة من الله يعني حقيقة أكرمنا الله فيها من شدة إكرامه الليبي. حتى الكابتن نقول له جزاه الله خير، ها وش رايك يعني ايش اصعب موقف مر عليك؟ الكابتن يقول له اصعب موقف مر عليك في قيادتك 30 سنه للطائره، قال انكم دخلتوا الكابينه ولا قدرت اكرمكم بشيء. هذا اصعب موقف مر عليه.